قبل ما نبدأ الفيديو ده هيكون مقسوم على جزئين، جزء دلوقتي وجزء بعد العيد. نحاول كالعادة موضوع التحكم في المكيفات بشكل مفصل. نيجي للنوع الرابع اللي هو المكيف الكونسيلد أو المخفي. ده بكل بساطة فكرته إنه بيتكون من وحدتين، واحدة داخلية وواحدة خارجية. بس مشكلة النوع ده بقى إنه في منه نوعين تحت منه. هي مش مشكلة ولا حاجة بالنسبة للسوق، لكن مشكلة بالنسبة لك أنت عشان هتطول الفيديو وأنت تلاقيك عاوز تعمل سكيب وتقوم. طيب هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة منك. يلا نكمل. أول نوع بنسميه الفان كويل. بيكون فيه الكمبرسور في الوحدة الخارجية، والوحدة الداخلية بيكون فيها المروحة. وهو فكرته بكل بساطة إن بيكون فيه سرعات للمروحة، تقدر تتحكم في كل سرعة لوحدها، توطي وتعلي المروحة، على عكس مكيف الباكج اللي غالبا بيكون فيه سرعة المروحة واحدة بس. فعندك في الفان كويل يونتس بيكون فيه المروحة مقسمة لثلاث سرعات: هاي، ميديوم، لو. والكمبرسور زي ما هو بيكون مدخل واحد. كمبرسور الحار نفس النظام، مدخل واحد. الترموستات بقى في النوع ده من المكيفات بيكون يا إما بيوصل عليه كل سلك لكل مدخل زي مكيف الباكج كده، أو بيكون متطور شوية ويشبك عن طريق سلك كده بنسميه communication cable. يعني عبارة عن وايرين أو ثلاثة على حسب نوع المكيف، بيمر فيهم أوامر بين الترموستات ولوحة تحكم المكيف. يعني مش ريلي بيشتغل ويفصل المروحة أو الكمبرسور، لا، عبارة عن أوامر بتنتقل عن طريق لغة برمجة معينة بين الترموستات وبين لوحة التحكم بتاعة الوحدة الداخلية في المكيف. طيب النوع الثاني بقى من النوع الرابع، ألا وهو مكيف ال VRV أو ال VRF. هو اختصار ل Variable Refrigerant Volume أو Variable Refrigerant Flow، والاتنين نفس النظام على فكرة. بس ال VRV دي علامة مسجلة باسم شركة دايكن، فمحدش يقدر ياخدها أو يكتبها على مكيفات غيرهم. عشان كده باقي الشركات اللي عندهم نفس النظام بقى يسموه VRF. طيب النظام ده إيه أصلا؟ بص يا سيدي، تخيل إن عندك حديقة كبيرة ومقسمها أربع أجزاء: جزء زارع فيه بطاطا مثلا، وجزء تاني فراولة، وجزء تالت طماطم، وجزء رابع موز. مش عارف ايه الميكس الغريب ده، بس امشي معايا للاخر وانت ساكت. حضرتك بقى عندك مضخة مية رئيسية واحدة، وعاوز تغذي الأربع أجزاء بتوع الحديقة دول بنفس المضخة، مع إنه استهلاك كل نبات من دول للمية مختلف. يعني مثلا البطاطا بتستهلك مية أكتر من غيرها، فأنت حضرتك عملت إيه بقى؟ رحت جبت موزع فيه أربع مخارج ومدخل واحد، وركبته على المضخة الرئيسية. وبعدين جبت أربع غوزات أو خراطيم مية وركبتهم على كل مخرج منهم عشان توصلهم لكل جزء في الحديقة بتاعتك. وبعدين بقى جبت أربع فالفز أو محابس وركبتهم عند كل جزء، وظبطت كل محبس بناء على احتياج كل نبات من المية. يعني مثلا عند البطاطا فتحت المحبس على الآخر، وعند الموز خليته على النص، وهكذا. وبالنسبة للمضخة الرئيسية فهي شغالة عادي، أنت ما بتغيرش فيها أي حاجة. فالنتيجة إنه تدفق المية في كل جزء من الأجزاء الأربعة للحديقة بتاعتك مختلف، مع إن كلهم شغالين بياخدوا من مضخة مية رئيسية واحدة. أو نظام ال VRV أو ال VRF نفس الفكرة دي. هو ببساطة واحدة خارجية وشابك عليها أكتر من وحدة داخلية، وكل واحدة من الداخليات جواها فالف بيحدد كمية الهواء البارد اللي داخل الغرفة عن طريق الترموستات اللي مشبوك على الوحدة الداخلية. الوحدة الداخلية بيكون فيها المروحة والفالف، والوحدة الخارجية بيكون فيها الكمبرسور الرئيسي أو المضخة الرئيسية. بس مش مضخة مية يا اسطى، مضخة هواء بارد. بالنسبة لتوصيل الترموستات بتاع النوع ده بيكون عن طريق كوميونيكيشن كيبل، مفيش مداخل مباشرة للمروحة ولا كمبرسور ولا الكلام ده. طيب نيجي بقى للفقرة المحببة بتاعتنا واللي عشانها بعمل ده كله، ألا وهي التحكم الذكي في المكيفات. لو عندك نظام سمارت في البيت، ولنفترض إنه كينكس. على فكرة في أنظمة كتير غير الكينكس، بس أنا دايما بدي أمثلة على الكينكس عشان أولا المثال يبقى محدد على نظام معين وتستوعبه بدل ما توهك مع أكتر من نظام ولاقيك ما فهمتش أي حاجة في الآخر. وثانيا عشان نظام الكينكس ده أشهر نوع تحكم ذكي في السوق تقريبا. ثالثا عشان أنا اتكلمت عن النظام ده قبل كده ومش محتاج أشرح لك عنه كل شوية، لأنك هتلاقي اللينك سايبهولك تحت لو عاوز تعرف إيه هو أصلا. طيب نرجع لموضوعنا. لو عاوز تشبك مكيفاتك على نظام الكينكس ده تعمل إيه بقى؟ طيب خلينا ناخدها نوع نوع. أول نوع وهو مكيف الشباك. طبعا ده نوع قديم ونادر ما يستخدم مع أي نظام سمارت، ولكن لو كان بريموت كنترول تقدر تركب عليه حاجة كده اسمها KNX RF انترفيس. وده بكل بساطة جهاز بيترجم لغة الراديو للغة الكينكس، جهاز وسيط يعني بين الاتنين. أو الحل التاني إنك تركب سمارت بلاج،
يعني فيشة كهرباء ذكية بتكون واصلة على الكين اكس ريلي، وبتقدر تطفي وتشغل المكيف من موبايلك بس بدون أي تحكم في درجات الحرارة، تطفي وتشغل وبس. بالنسبة بقى لمكيف السبليت ينطبق عليه كل اللي قلناه عن مكيف الشباك. طيب نيجي لمكيف الباكج. ده التحكم فيه بيكون أبسط حاجة في الحياة. أنا قلت لك قبل كده إنه الترموستات بتاعه بيكون جواه ريليز، فبكل بساطة بتجيب كي ان اكس اكشويتر وتوصل عليه نفس التوصيلات اللي كنت هتوصلها للترموستات بتاعه، وطبعا بتركب كي ان اكس ترموستات في الغرفة، وعن طريق البرمجة بتعرف كل مدخل خاص بإيه، إذا كان مروحة ولا كمبرسور. نفس النظام في الفان كويل يونتس، بتوصل كل سرعة من سرعات المروحة الثلاثة على مدخل في الأكشويتر، والكمبرسور في المدخل الرابع. طيب نيجي لآخر نوع وهو الفي ار في أو الفي ار اف. ده بيكون ليه جهاز مخصوص كده اسمه كي ان اكس انترفيس. الجهاز ده بيكون الوسيط بين المكيف وبين نظام الكي ان اكس. كل الأوامر اللي بتجيله من نظام الكي ان اكس عن طريق الكي ان اكس ترموستات اللي في غرفتك، هو بيترجمها للمكيف عشان يفهمها وينفذها، سواء تغيير درجة حرارة ولا تغيير سرعة مروحة أو تشغيل أو إيقاف المكيف. طيب لو فهمت حاجة اعمل سبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات عن نظام التحكم الذكي في البيوت. ولو في حاجة ما فهمتهاش اكتبها لي في الكومنتات عشان أجاوبك عليها. وكالعادة ما تنساش اللايك والشير يا كبير. سلام.